السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اعمل معاكم آه مربى الفراولة. عملت معاكم قبل كده مربى الطماطم ومربى الفراولة، بنعملها بتبقى جميلة جدا. واحنا في ايام كمان زي ما انتوا عارفين غلا وتلاقي البرطمان بقد كده، فاحنا نعمل حاجتنا بايدينا ومش هتكلفنا زي بره. طبعا الفراولة ب10 جنيه، الكيلو ب10 جنيه. هات الكمية اللي انت عايزاها. انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين قطع كده، لان القطعة الصغيرة بتفضل القطعة دي علشان تعرفي لما تيجي مثلا تحطي في البرطمان، تيجي تطلعي تيجي تاكلي تبقاش كبيرة معانا. واستحب الفراولة اللي هي البلدي الرفيعة الصغيرة كده، بتبقى مسكرة وجميلة قوي. فهنشوف مع بعض المقادير. ده كيلو من الفراولة، ومعايا كوبايتين من السكر اهو زي ما انتم شايفين، الكوبايه العاديه دي. بسم الله. هنحط كوبايه ونص. النص التاني اهو. ده السكر بتاع التموين يا جماعه، اللي هو ايه اللون بتاعه بيبقى مش فاتح قوي. وهنحط عصره ليمونه، نص ليمونه بس مش الوقت. احنا هنحط نص كوبايه ميه او كوبايه ميه. هحط كوبايه ميه علشان تاخد سويه براحتها ونار هاديه. انا ولعت اهو، وهحط كوبايه ميه زي ما انتم شايفين ونار هاديه جدا. احنا عرفنا المقادير. كيلو من الفراوله ونقطعها قطع صغيره، ونحط كوبايه ونص من السكر، ونحط كوبايه ميه عشان تاخد وتدي كده وتنزل السائل بتاع ايه الفراوله مع بعض. طبعا هنسيبها على نار هاديه ونرجع تاني نشوفها واحده واحده. يا انس يا حبيبي، بصوا بقى كده. انا سبتها مفيش دقيقتين والسكر راح تماما اهو. اسيبها بقى ايه على نار هاديه واقلبها كده. تحب الفراوله؟ مربى الفراوله بتحبها يا انوشه؟ حبيب قلبي تيتا اهو. انا هسيبها واما بتبدا تغلي شويه كده واقوم حاطه لها عصره الليمون. ما بحطش ليمون كتير اهو. هسيبها بقى كده مع نفسها، وكل شوية يعني دقيقتين وتقلبي فيها عشان ما تلزقش مننا وتتلدع. والمية دي اللي انا حطيتها كوباية المية عشان تاخد وتدي معاها، ما تبقاش ناشفة. وهي بتنزل السائل اللي فيها طبعا مع الغليان وكده بتقل معانا، كل ما تستوى بتقل معانا، لان انا مش عايزاها تبقى ناشفة. انا عايزة مربى تبقى احلى كمان من اللي هي بتاعت بره. بجد والله بتبقى طعمها جميل جدا، اجمل بكتير من بره. شايفين كل ما هي تستوي تخش في السوية تلاقيها تقل من المية. انا حابة ان هي يكون كمان فيها المية بتاعتها بتبقى جميلة، مش بحب ان هي تكون ناشفة تبقى فيها سائل كده. هنحط بقى ايه عصرة نص ليمونة صغيرة كده. بسم الله. بس خالص كده عشان نكتر. في هنا ايه؟ لا مفيش حاجة اهو. ايدينا فيها ما بتاخدش وقت خالص اهي. شايفين كده؟ وفي الاخر خالص بناخد الرغوة دي كلها كده، ده اهي بنشيلها. دي كلها بناخدها في الاخر كده بنشيلها اهي. انا مهديه النار على الاخر، يعني مش هتعلي، لا واطيه جدا بس كده اهو. كل ما تخش في السوي البخار بس جاي ايه في الكاميرا اهو. شايفين قلت الدقاق اهي. هنسيبها بردك براحتها خالص. ايه رايك يا انس؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. برطمانين اهو يا جماعه.
شوف الوقت البرطمان بقد كده 30 جنيه الواحد اهو. قولوا له ايه رأيكم. ما فيش تكلفة ولا حاجة، هي عبارة عن 10 جنيه كيلو من الفراولة وكوباية ونص من السكر. حابة تزودي بقى سكر ده حسب ما انت عايزة، بس السكر كده مظبوط كده. خلاص بقى ايه، هقوم حطاهم في التلاجة وقت ما انت بتحتاجي. ايه رأيكم؟ متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.